وتأهلت أوروجواي للأدوار الإقصائية عشان بعدها تقابل ألمانيا في عصرها الذهبي. وبيبدأ الماتش بسرعة بتسجيل مولر في الدقيقة 18، وأثناء احتفال لاعبين ألمانيا المخرج بيعرض كاميرا كافاني وكأنه بيقول للجمهور ركزوا معاه. وفعلا ما عداش 10 دقايق وكافاني استقبل هدية من سواريز خلصها في الشبكة، لكن الألمان عملوا ريمونتادا عظيمة وقدروا ينهوا الماتش 3-2 عشان يطلع على السويد ويشارك في أول مواجهة أوروبية ليه ضد إلفسبورج، وينزل كبديل ويسجل هدفين ويكسب أول ماتش ليه مع نابولي، ويرجع لاستوديو دياجو أرماندو مارادونا ويبدأ الدوري بأول جولة ضد فيورنتينا ويسجل في أول 7 دقايق. وماتش ورا التاني كافاني بيمارس هوايته المفضلة وهي التسجيل بكل الطرق الممكنة في 4 مباريات متتالية. وفي مواجهة ضد تشيزينا المدرب قرر يركن كافاني دكة لحد ما وصلوا للدقيقة 60 ونابولي متأخر بهدف. هنا المدرب رمى أهم كروته ونزل كافاني اللي ما كدبش خبر وساعد في هدف التعادل، وبعدها على طول سجل هدف الفوز. ده تأثير مبهر، بس المدهش انه سجل التالت كمان، وانتهت المباراة بفوز نابولي 4-1. والأداء ده خلاه يتساوى مع إيتو اللي كان بيلعب للإنتر وقتها في صدارة هدافين الدوري الإيطالي. وقتها هجوم نابولي رعب أوروبا كلها لأن كافاني ما كانش لوحده، وشاركوا الأضواء لافيتزي وهامسك، لكن كافاني كسبها لوحده بعد ما سجل هدف مهم ضد ستيوا بوخارست في آخر ثواني، وحسن وضعهم في دور مجموعات الدوري الأوروبي. ودخل ماتش يوفنتوس في أفضل حالاته وعمل معجزة بتسجيل هاتريك رأسيات رهيب وأنهى الجدل تماما لصالحه، وأكد أفضليته أكتر بهاتريك تاني ضد سمبدوريا وهدف الفوز ضد روما. وبقى عادي نشوف كافاني بيسجل في كل ظهور، بس اللي ما كانش عادي إنقاذه لنابولي باستمرار، وطبعا انفرد بصدارة الهدافين وحط نابولي في المركز الثالث للدوري بفرق 3 نقط بس عن الميلان. لكن الفرحة ما كملتش لما خرج مطرود في مواجهة ليتشي وخسروا المواجهة 2-1، ودي كانت نهاية الموسم بالنسبة له، وما قدرش يحافظ على صدارة الهدافين ونابولي بعدت عن الدوري. لكن كل ده ما هزش صورته قدام الإدارة اللي قررت تجدد عقده لمدة 5 سنين. ومع رجوع المنافسات الدولية بيستدعى كافاني للمشاركة في كوبا أمريكا 2011 في الأرجنتين، وبدأ دور المجموعات بشكل كويس لحد ما اتصاب في تاني مواجهة ضد تشيلي وغاب باقي البطولة. لكن مستوى المنتخب كان قوي وقدروا يوصلوا للنهائي ضد باراجواي، وكان رجع كافاني من الإصابة ونزل في الدقيقة 63 وشارك في آخر هدف، وأكد فوز الأوروجواي بكوبا أمريكا للمرة ال15 في تاريخها.